ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. طبعا النهارده غير المره اللي فاتت، انا كنت المره دي جايه لك بكل ثقه في حضرتك. أكيد احنا فاكر المرة اللي فاتت لما جيتيلي كنت قلقانة جدا ومتوترة، وكان معاكي ماما وكنا قلقانين جدا، مع العلم إن عمليتنا كانت صغيرة خالص، كانت عملية تكبير الثدي بحشوات سيليكون، وقلت لك إن هي آمنة تماما وفترة الريكفري بتاعتها قليلة، ورجعنا شغلنا بعد 4-5 أيام أنا فاكر. دي حقيقه، عشان كده انا جايه بكل ثقه في حضرتك النهارده ان انت هنختار لي حاجه مناسبه لشيب جسمي. انا عايزه جسمي يكون متناسق. أنا لما بصيت عليكي قلنا لك إن احنا محتاجين إن احنا نعمل شوية حاجات بسيطة جدا هتغير من شكل جسمنا كتير جدا. محتاجين إن احنا نعمل حاجة اسمها نحت رباعي الأبعاد، نحت لمنطقة البطن والويست والظهر مع إعادة توزيع دهون عشان نوصل لشكل جسم كيرفي أو شكل جسم متناسق كويس جدا. طب وده يا دكتور الريكفري بتاعه بتكون قد ايه؟ عمليتنا المرة دي مختلفة شوية عن المرة اللي فاتت، فترة الريكفري بتاعتنا حوالي أسبوعين عشان ننزل شغلنا نبقى كويسين. اوكي، طب حضرتك هتحتاج مني تحاليل معينه قبلها؟ بنعمل تحاليل هطلبها لك، هنعملها نطمن على التحاليل كلها، نقول إن إحنا كويسين، نعرف نحدد ميعاد مع بعض. والنتيجه؟ النتيجة بتاعتنا زي ما احنا قلنا إن إحنا بنشوف نتيجة بعد شهر بنسبة 50-60%، فاينل لوك أو فاينل ريزلت بعد 3 شهور من تاريخ العملية. تمام جدا يا دكتور. لازم نعرف حاجة مهمة قوي، إن إحنا المهم من العمليات دايما هو التعليمات اللي بعد العملية. أنا عارف إن أنت ملتزمة جدا بالتعليمات، بس لازم نقولها تاني، إن إحنا الكورسين الفترات بتاعته اللي بقولها، الريكفري بعد العملية، شرب السوائل، النقاهة بتاعت العملية، الحركة، كل الحاجات دي تعليمات مهمة جدا بقولها لك بعد العمليات عشان نوصل مع بعض لبر الأمان ونبقى واصلين للنتيجة اللي إحنا عايزينها. شكرا جدا لك. العفو، إن شاء الله أشوفك على خير.